اكتر مسلسل مصري اوفر ريتد. هو طبعا مسلسل ابو العروسه لسيد رجب ومدحت صالح ونرمين الفقي وسوسن بدر. المسلسل ده يا جماعه اتعمل منه اجزاء كتير. مسلسل نجح طبعا، حقق ارقام. بس انت يعني عارف انت، انا كنت احيانا بحس ان انا قليل الادب ان انا بتفرج على مسلسل. عارفين ليه؟ كنت بحس ان انا قاعد مع ناس بجد حقيقيين. ده بيدل ان الممثلين مثلوا كويس جدا طبعا. ان انا قاعد معاهم بجد في البيت، يعني أنا حاسس ان في حد ممكن يزرط في وشي. انا مش عارف اقول كده ليه يعني، بس انا حاسس مثلا ان في حد ممكن فعلا يعمل حاجه غريبه، يعني انت فاهم، او حاجه مش معتاده ان هي في مسلسل. وحاسس ان انا داخل في مشاكلهم اللي انا غير مهتم بيها خالص. يعني فكره ان فلان عايز يطلع علانه، او حد هيتجوز فلانه، او انا مش مهتم يعني. واحد اتخانق مع ابوه، ده اتخانق مع مش عارف ايه. مسلسل انا بالنسبه لي مش فاهم يعني كان النجاح الواو بتاعه على ايه. بس بسم الله ما شاء الله، يعني المنتج واضح ان هو كسب كتير. وفعلا ما عنديش اي فكره هو نجح قوي كده ليه، غير ان الناس يعني عندها يعني فاقدين الاهليه مثلا. الله اعلم يعني. بس لو انت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، ما تنساش الكومنت، وتابعني بنزل محتوى يوم عن التمثيل. ما تنساش اللايك. وسلام.